سلام سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. هاد الفيديو ما عندوش صراحه ما كانش واحد الموضوع معين وما كنتش ناويه نديرو، ولكن من قال لي راسي نوض ندير واحد الخربشات على ورقه فنضت. من لحد الان مازال ما عنديش فكره، مازال ما عنديش شي موضوع اولا شي حاجه معينه اننا نرسمها، فكنبقى نجرب، كنبقى ندير اللي قال لي راسي واللي عجباتني كنديرها و حتى كتطلع شي حاجة في الأخير. دونك الرسم ماشي ضروري أنك تكون عندك واحد الحاجة خصك تطبقها كيف ما هي. الرسم هو إحساس، هو تعبير. مرة كنرسمو الحاجة اللي كتكون بحال مثلا كتحاول ترسم إنسان، وجه، طبيعة، شي حاجة هكا معينة، وبعض المرات كتبقى غير كتخطط حتى كطلع لك واحد الرسمة اللي زوينة. فاليوم حاولت ندير واحد الرسم هندسي عبارة عن دوائر وخطوط، وإن شاء الله غادي نشوفو في الأخير كيفاش غادي تصدق. ما نديرش على صوتي حيت البارح راكم عارفين بقينا سهرانين مع المنتخب ديالنا مع المغرب الله يحفظو. كنا كنتفرجوا في الماتش وبقينا حتى من وقت انا على ما كان يبغى يبدي الماتش كنت هي فاش بغيت نرسم و باش بحال كندوز الوقت ونحيد ستريس، حيت راه كان واحد ستريس راه خيالي. الحمد لله. كنسجل لكم هاد الفيديو اولا نقولوا هاد الصوت، كنسجلو لكم حتى لغد لي حيت الفيديو لقيت فيه الصوت مخرجش. مبروك علينا، مبروك علينا التأهل، مبروك علينا الفوز. الحمد لله، هذا من فضل من الله، والمنتخب المغربي والمغرب بأكمله غزال وزعما اش غادي نقول لك، اللي ما تزادش مغربي ما والو كيف والو. سعداتنا اننا تزادينا مغاربه ولقينا والدينا مغاربه، والحمد لله على كل حال. غادي نعاود نقول لكم ما تدوش على صوتي، ما عنديش دابا واحد الموضوع معين انا كنهضر معكم هكا سبونطاني. واحد الفرحه مازال كنعيشوها لدابا. بقينا سهرانين مع المنتخب ديالنا حتى 6 ديال الصباح. حضرنا الماتش كان صعيب بزاف، وصافي الدقيقه 90 ولينا كنقولوا صافي غادي نتقصاو. فالحمد لله، فضل من الله. ربي ما كيبغي واحد الحاجه كيقول لها كن فيكون. الحمد لله. حتى الدقيقه الاولى من بدل الضائع عاد سجلنا، عاد ربي بغانا نسجلو. الحمد لله على كل حال. هذا هذا درس ماشي غير في الكره، هذه درس في الحياه ديال اننا ربي ملي كيبغينا واحد الحاجه راه كيبغيها عندها الوقت ديالها، واي حاجه ما عطاهاش لنا ربي الا وما فيهاش خير. فالحاجه اللي كتكون مكتابه ربي راه كيدير ليها الوقت، حيت كاين شي حوايج ممكن يوقعوا مثلا باغيهم توقعوا في ديك الوقت ما غاديش تحس بالحلاوه ديالهم، بحال انه ربي خلاه لك الوقت المناسب. الحمد لله على كل حال ونعم بالله. حققنا التعادل وبقينا في الاشواط الاضافيه ودزنا البلانتيات. الحمد لله، هذا فضل من الله. عندنا بونو، عندنا العاب قلت لكم ما تدوش عليا. عندنا لعابه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن غزالين. وهولندا كيف قالوا المغرب باللي زعما ما كيعبروش وباللي راهم غاديين نربحوا هذا، فوراهم المغرب علاش كيقد، والمغرب لا يستهان به. الله الوطن الملك وديما مغرب، ولا عزاء للحاقدين. بغيت نقول للجيران ديالنا سمحوا لينا حيت سهرناكم راه ربحنا. حنا غادي نتفرجوا فيكم ونشوفوكم شنو غادي ديروا في الاخير، حيت كتبقاو تهضروا بزاف وباقي ما درتو حتى شي حاجه. حنا بعدا الشعب المغربي باش كيعجبك كيبقى ساكت ساكت تا كيربح عاد كيجاوب. فسمحوا لينا الجيران، انا ما كنعممش، كاينين شي وحدين فيهم اللي مزيانين، كنقول لكم سمحوا لينا. و سهرناكم خليناكم حتى 6 او 7 ديال الصباح. جو بونس نتوما فايتينا بساعه، بيتناكم بلا نعاس صباحين خدامين الا كنتو خدامين. غتبان لي انا ما عندكم شغل، حاضرين المغرب المغرب المغرب. الحمد لله نعسناكم بفقصه، ما فرحتوش لينا عارفينكم. واخا كديروا شي وحدين منكم كيديروا الصواب، اما باش نقولوا فرحه فرحه ما كاينش فرحه، يا كديروا معنا الصواب
حتى حنا غادي نديرو معاكم الصواب ونقولوا لكم بالتوفيق، بالتوفيق. بالتوفيق ليكم حتى نتوما. والكرة راه هي هادي اللي تعلمت أنا من الماتش ديال البارح، هو أن كل حاجة عندها وقتها، وربي ملي كيبغي يقول كن فيكون، راه إلا قال ليها تكون راه غادي تكون. ما راه ربي في يدو كلشي، ولا بغيتي طلب ربي، ولا بغيتي شي حاجة طلبها من ربي. راه البشر ما عندهم ما يعطيك، راه ربي الا بغى يعطيك واحد الحاجة راه حتى كتفقد فيها الامل عاد كيعطيها لك. ماشي ما بغاش يعطيها لك في الوقت اللي بغيتيها فيه، ولكن اختار لك الوقت المناسب باش تفرح بها واحد الفرحة احسن من الفرحة اللي كنتي غتفرح بها بداك الوقت اللي انت كنتي باغيها. وإلا ما عطاناش ربي واحد الحاجة غادي نعاود نقول لكم الا راه ما فيهاش خير. فالحمد لله ربي كيدير لنا غير اللي فيها الخير، ونعم بالله ولا شريك له. الحمد لله الحمد لله على هذا الفوز. وكنبغي نقول لكم ان شاء الله نلعبوا مع كندا ونربحوها ونوصلوا للفينال ونديو الكاس. علاش لا؟ راه المنتخب المغربي ولا من المنتخبات اللي غادي نقول لك من الاوائل. المنتخب المغربي كانوا كيستهانوا به، ولكن دابا الحمد لله الحمد لله حنا باقيين عايشين واحد الفرحة، باقيين فينا نضنا وخدمنا، ولكن وكنحسوا بالتعب دايخين، ولكن راه واحد الفرحة. راه ماشي خسارة في المغرب، ماشي خسارة في المغرب، ماشي خسارة اننا نكونوا مع المغاربة ونسهروا معاهم، وكاع كون كان الماتش مع 4 ديال الصباح نبقاو معاهم حتى ل 8 ونمشيو لخدامينا عادي بكل فرح. الحمد لله لان المجهود ديالنا والسهر ديالنا ما مشاش هكاك هباء منثورا. سهرنا وفرحنا ومشينا فرحانين، واخا كاين تعب ولكن الفرحه كتغطي كلشي. هنايا الرسم عباره عن دوائر، رسم هندسي ما عندوش واحد المعنى زعما اللي كيف قلت لكم قال لي راسي نرسم. فالنهايه كانت عجباتني الصراحه، داكشي علاش بارطاجيت معكم هذا الفيديو هذا. وجات النيت مع الفوز ديال المنتخب المغربي. فكنبغي نقول لكم اي مغربي سواء خارج المغرب او داخل المغرب، مبروك علينا، والله يخلينا لبعضياتنا، والله يخلينا ديما سند ليهم وسند للاسود ديالنا، والله يخليهم ديما رافعين لينا راسنا وفرحانين بهم وفرحانين بينا، والله ينصرنا والله ينصر سيدنا. والحمد لله الحمد لله دوام الفرح يا رب على الشعب المغربي، يا رب يا رب. ولا لا يقيس بلادنا بشي حاجه خايبه، ولا لا يقلقنا، والله يفرحنا والله ينصرنا، والله يخلينا ديما الفوق الفوق، ولا عزاء للحاقدين. كنبغي نقول لكم سلامه، ما تنساوناش بالجيم لي كومونتير، وكنبغيكم بزاف، وحاولوا انكم تقولوا لي شنو كيف جاتكم الرسم، عطيونا الراي ديالكم، وما تنسونيش باللايك والكومونتير. كنبغيكم. سلامه.